السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبه لكم ده مخ عجل. هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة سهلة جدا، وبجد هيبقى طعمه احسن من ما بنجيبه من بره زي المحلات كده. دلوقتي كده هنغلي مثلا حوالي رتل مية دلوقتي مغلية، وبعد كده هننزل فيه المخ زي ما احنا شايفين كده، مش هقطعه. هننزله في المية المغلية حوالي من 4 ل5 دقايق بس، وبعد كده هنطلعه في مية عشان ياخد صدمة، مية بتلج عشان التسوية بتاعته تقف بقى. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده احنا هنحط ورق راولة، هننزل كمان بحبهان بسم الله، هننزل كمان ببصلة بسم الله كده، وكمان هنزل بمعلقة خل بسم الله كده. زي ما احنا شايفين بسم الله ننزل بالمخ زي ما قلت لكم من 4 ل5 دقايق بس. زي ما احنا شايفين كده انا جبت زي ما احنا شايفين بولة وحطيت فيها مية ساقعة بالتلج. دلوقتي بقى خلاص عدى 5 دقايق. دلوقتي بقى هجيب المخ وانزل بيه على المية اللي ساقعة دي. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده هنحط كده زي ما احنا شايفين المخ في المية التلج دي، عشان كده يوقف السوا بتاعه عشان ما يتهريش. دلوقتي بقى زي ما احنا شايفين كده احنا دلوقتي هنطلعه ونقطعه مكعبات شرايح زي ما انتوا عايزين. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده احنا هنقطع بسم الله. بصوا هو سهل جدا، هقطعه مكعبات بسم الله زي ما انتوا حابين بقى، مكعبات عايزين مثلا شرايح براحتكم. بصوا بسم الله. بس عايزه اقول لكم ما تسيبوش اكتر من 5 دقايق عشان ما يتهريش. بصوا هو ماسك نفسه ازاي، لو سيبناه اكتر من كده هيتهري. زي ما احنا شايفين كده احنا قطعنا كده المخ زي ما احنا شايفين. دلوقتي بقى هنجيب بقسماط ودقيق، وطبعا توم باودر، وكمان عايزه كمون وملح وفلفل. تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض هنعمل ايه. دلوقتي بقى هنرش عليه برضو كده ملح، ورش عليه فلفل بسم الله. بصوا مش عليه كده ملح، هنرش عليه كده فلفل بسم الله كده. رشينا عليه فلفل برضو، نرش كده توم باودر زي ما احنا شايفين كده. هنرش كمان رشة كمون بسم الله. هنرش كمان رشة شطة كده صغيرة كده تمام. دلوقتي بقى هنجيب البقسماط والدقيق زي ما احنا شايفين كده. احنا حطينا دقيق وحطينا كمان بقسماط. هنحط بقى معلقة صغيرة توم باودر زي ما احنا شايفين كده، وكمان شوية شطة صغيرين، وكمان هحط فلفل اسمر، وكمان هحط رشة ملح، واحط بصل باودر. نحط كده البصل باودر برضو معلقة صغيرة. كمان هنحط عليه 7 بهارات كده كده بقى تمام. هنقلب كله مع بعض وننزل بالمخ عليه. نسيت اقول لكم هنحط رشة كمون كده تمام بقى كده. هنقلبه وننزل بالمخ عليه كده زي ما احنا شايفين. هنقلب كل المكونات دي كده بسم الله. هننزل بالمخ. انتوا عارفين المخ طبعا بيبقى طري قوي، فنتعامل معاه بالراحة بقى كده. دلوقتي كده نكون جايبين زيت غزير وهنحمر فيه المخ بقى زي ما احنا شايفين كده كده تمام. كده زي ما
شايفين كده نزلنا بالمخ في الزيت كده زي ما انتم شايفين. بسم الله. عايزين نقلبه برضو بالراحه كده زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طالع تحفه بصراحه يعني. نطلعه بقى على مناديل كده مطبخ. بسم الله زي ما احنا شايفين كده، وبالهنا والشفا. تحط بقى في عيش بلدي مع طحينه، بجد طلع تحفه. وكده المخ بعد ما برد بجد دقوق تحفه تحفه تحفه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. كده عايزه اقول لكم بقى بسم الله. بصوا جبنا العيش هنحط فيه بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طحينه براحتكم بقى، عايزين تملوها عادي. بعد كده بقى زي ما احنا شايفين كده بسم الله. بصوا بجد بجد روعة وطعمه تحفة. بالهنا والشفا كده. اللهم بارك. بصوا بسم الله شايفين بجد زي بره بالظبط. بالهنا والشفا.